اهلا وسهلا بيكم في مطبخ الطبخ للجميع. النهارده هنعمل مسقعه باللحمه المفرومه. معانا المكونات: معانا بصل مفروم، ثوم متقطع، فلفل متقطع مكعبات، ومعانا الصلصه، معانا بطاطس صوابع متقطعه شرايح كبيره شويه، ومعانا البتنجان على حسب التقطيع اللي انت عايزاها، ولحمه مفرومه طبعا. هناخد الثوم الاول، وبعدين هنوديه على النار ومعلقه زيت صغيره خالص. نحط فيهم التوم ونقلب كويس لحد ما يبتدي ياخد لون ذهبي. احنا حاطين طبعا طاسة سخنة فيها زيت على النار عشان هنبتدي نحمر فيها. اول حاجة بنحط فيها البطاطس، نسيبها لحد ما تاخد برضو لون ذهبي عشان خاطر ايه هنحطها في نص المسقعة. انتي لو مش عايزة تحطي البطاطس دي اختيارية بالنسبة لك، عايزة تحمريها جنب المسقعة براحتك. بعد كده بقى ناخد اول ما الثوم ياخد لون ذهبي هننزل عليه ايه بالصلصة، وفي صينية جنب الصلصة دي كده برضه هنحط فيها معلقة زيت صغيرة وننزل فيها بالبصلة. ليه؟ لان مش هنحط زيت كتير، لان طبيعي ان التحمير ده كله بيبقى طالع بزيت اصلا، فهنفضل نقلب فيها شوية لحد ما تتشوح. نقلبها كويس تتشوح شوية، وبعدين ننزل عليها ايه باللحمه المفرومه اول ما تتشوح. واحنا كده كده عندنا الصلصه بتغلي والبطاطس بتتحمر. هناخد حاجه حاجه كده، اول ما اتشوحت كده شويه ودبلت شويه هننزل عليها ايه باللحمه المفرومه ونقلبها كويس لحد ما لما تبتدي ايه عارف تاخد اللون اللي هو اللي تتعصق بمعنى اصح. يعني هي اول ما تتعصق كده تقومي نازله عليها ايه بالتوابل بقى، اللي هي ايه توابلك بقى: ملح وفلفل اسود وبهارات وشطة. كل ده ونديها تقلبتين حلوين برضو لحد برضو ايه ما تندمج مع بعضها كده، وهنوطي عليها النار يعني حاجة بسيطة، وهنشيلها على طول من على النار، مش هنطول عليها. شلنا كده احنا البطاطس من على النار دلوقتي، هننزل بعد البطاطس بالبتنجان. احنا بناخدهم بالترتيب كده حاجة حاجة. يعني اول حاجة بطاطس بتنجان، بعد كده الفلفل الرومي. انا مقطعة برضو في قرنين فلفل حامي للي حابب يحط فلفل حامي. بعد البتنجان ما حطيناه هنتبل بقى ايه الصلصة. برضو معانا ملح وفلفل اسود وشطة وبهارات وكمون وكزبرة. يعني ايه البهارات اللي عندك الحلوة حطيها ليه عشان تطعمها. عايزة تحطي سنة خل براحتك، يعني مفيش اي مشكلة، دي برضو اختيارية. ونقلب كويس، هنفضل نقلبها شوية. بعدين ايه هنبتدي بقى تكون اللحمة المفرومة اتعصجت طبعا، وننزل عليها باللحمة المفرومة على الصلصة، والصلصة تكون اتسبكت واللحمة المفرومة اتعصجت. فهنحطهم الاتنين على ايه على بعض ونسيبهم يتسبكوا برضو شوية. متنسونوش في اللايك والنبي بقى، عشان دي ايه بداية القناة كده، عايزين ندعم بعضينا وشوفوا الفيديوهات هتعجبكم جدا. انا بس ايه ان شاء الله هتعجبكم بإذن الله. هنعمل مع بعض وصفات جميلة وحاجات جميلة ان شاء الله. الفيديو يعجبكم والوصفات كلها تعجبكم. واول ما الصلصة تتسبك كده احنا ايه دلوقتي بنحط اللحمة المفرومة. اول ما الصلصه تتسبك وخلاص حطينا عليها اللحمه المفرومه، سيبناها تغلي حبه بسيطه، بتكون بقى شلنا خلاص البتنجان كله اتحمر. بننزل مكانه بالايه بالفلفل الرومي والفلفل الحراق. وفي نفس الصينيه اللي احنا عملنا فيها اللحمه المفرومه دي مش هنسيبها، لا هنركنها على جنب لحد ما ايه هنرص فيها الحاجات اللي احنا ايه عملناها. هننزل اول حاجه بشويه صلصه انا كنت حيشاهم على جنب كده، نفردهم في البطن الصينية من تحت يعني، او قعر الصينية زي ما انتوا بتقولوها. وبعد كده نبتدي نفرد ايه نعمل طبقات بقى. اول طبقة بنحط بتنجان زي ما هتشوفوا كده، هنحط بتنجان. معلش لو متلجلجة بس شوية، بس ده عشان اول مرة معاكم، فادعموني كتير بالله عليكم. بعد ما رصينا البتنجان حطينا البطاطس دلوقتي، وهنحط كمان الفلفل بس ما نخلص حط البطاطس. كله برضو ياخد لون حلو كده، والبتنجان ياخد لون حلو، بحيث ايه ما الحاجة ما تكونش متحروقة مننا، يعني تبقى واخدة لون حلو. نفردهم. احنا حوشنا القرن ده عشان نزين بيه، نحطه على الوش كده هنجرنش بيه. هنكمل بقى بقية الطبقات.
وخلاص احنا حطينا اخر طبقة من البتنجان. ننزل بقى بالصلصة اللي عليها ايه اللحمة المفرومة. نحط بقى اللحمة المفرومة كده ونسويها ونفردها. وهناخد بقى ايه شوية فلفل اسمر بعد قرن الفلفل ده، طبعا شوية فلفل اسمر، ده حركة اختيارية. انا يعني انا ديت انا بحبها، شوية فلفل اسمر بحب ارشهم على الوش. ونحطها على النار، على نار واطية، مش هتكمل 10 دقايق، بس عشان الحاجة كلها تندمج مع الصلصة مع كل حاجة. واول ما هتخرج نغرفها وهي سخنة. هي بتتاكل سخنة وساقعة براحتكم. يعني يا رب الوصفة تعجبكم، ودعموني كتير بالله عليكم. احنا بناكل جنبها خيار، بنقطع جنبها خيار. عايزة تعملي جنبها مثلا بطاطس محمرة تشيليها من القلب وتحطيها مش هتفرق. عايزة زيتون مخلل براحتك، لفت مخلل براحتك، ده اختياري. يا رب الوصفة تعجبكم ودعموني كتير.